مصيرك يا عبد الله التراب، والله لتنزل هذه الحفرة، والله لتنزل هذه الحفرة ويحط عليك التراب وتنام في التراب، ما معك إلا الدود في الحفرة. إذا كان عملك صالح سوف يفتح لك باب إلى الجنة وتنعم في هذا القبر، تنام نومة العوص. إذا كان عملك غير ذلك ترى القبر في له ضمة وضغطة تختلف أضلاعك في هذا القبر، نسأل الله السلامة والعافية. يا إخواني موحشة. كان عثمان بن عفان يقف على القبر ثم يمسك لحيته ويبكي. قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال يبكيني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده شر منه. الله أكبر. رأيت الذنوب تميت القلوب، قد يورث الذل إثمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أنت من أخوك عز نفسك يا ملشح، عز نفسك بالطاعة. ترى الصلاة، ترى الدين عظيم يا إخواني، ترى الدين والله ما لا يعني يستقيم إنسان على طاعة الله إلا الرجال. يقسم بربي، لأن الذي يمتثل أمر ربه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. أما اللي يعصي أمر الله جل وعلا مهما عصيت أمر الله جل وعلا تراك مسكين. الله يأمرك بأوامر تأخذها تضرب بعرض الحائط، وينك وين رجوله؟ لكن الرجل الذي يستقيم على دين الله، فاستقم، يقول الله فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. الاستقامة هي السعادة، هي السلامة، هي النجاة.